تتجوز حد بتحبه ولا حد مرتاح معاه؟ هو الطبيعي لما اسالك سؤال زي ده ترد عليا باجابه انه اتجوز حد بحبه ومرتاح معاه الاثنين. بس لو خيرت ما بين انه انا اتجوز حد بحبه او حد هرتاح معاه، تختار ايه؟ انا عايز اجابتك. يعني انا عامل الفيديو ده عشان انا عايز اتناقش مع حد يقعد يقول لي لا والله 1 2 3. عايز اسمع رايك. انا بحكم السفر بقيت بركن مشاعري على جنب، بقيت بركن الشهوه على جنب. ليه؟ لان في السفر ما ينفعش تسيب نفسك للشهوه او للمشاعر ابدا. فخلاص انت ماشي بدماغك، بالعقل هو اللي ممشيك طول الوقت. بتفكر في البلانز اللي انت لازم تبقى مجهزها وحاططها عشان لو لا قدر الله اي مشكله حصلت تبقى جاهز باللي بعده، تبقى مبادر. وده بشكل ما خلاني اكثر استقرارا لما اجي اتجوز بعد كده. ازاي؟ انك لما تيجي تحب او لما تيجي تتجوز هتبقى بدل ما في 3 حاجات اساسيه انت بتختار بيهم: الشهوه، ودي اكس يعني ملهاش لازمه، يعني انا شايف انه مش دي الاساس اللي المفروض الشخص يختار بيها، والمشاعر والعقل. وكل ما بتكبر كل ما بتحكم العقل اكتر والمشاعر بتقل. بتبقى المفاجاه لما تلاقي حد انت حابب انك تعيش معاه مشاعر حلوه، عندك مشاعر اتجاهه حلو بعقل ووعي، مش اللي هو انبهار بقى والكلام العبيط ده، لا خالص خالص. النضوج اللي انت بتوصل له مع السفر رائع. ما انساش ابدا دكتور الله يمسيها بالخير يعني قالت لي: مصطفى ما ترجعليش غير وانت جايب لنا حاجه كده شعر اصفر وحركات، اللي هو عايزين نحسن السلاله. قعدت اهزر معاها ونضحك، الدنيا اوكي خلاص عينيا حاضر يا دكتور. سافرت رجعت، ايه الاخبار؟ في ايه؟ فين الشعر الاصفر والحركات؟ انا مفيش احلى من بنت بلدي المصريه، روحها حلوه زي صاحبك اللي تحب تقعد معاه، تقعد تتكلم معاه كده وتهزروا وتضحكوا وتبقى مبسوط وانت قاعد معاه. انتوا الاثنين الدماغ فيه كيمياء، فيه روح كده، تاخد وتدي معاه. من الحاجات التانية اللي انا ادركتها اكتر واكتر او بقيت محتاجها اكتر واكتر مع السفر، ان انا بقيت عايز حد فايتر. انا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات، انك عايز حد يعرف يسلك معاك في الدنيا، حد تقدر تستثمر فيه. يعني زي بالظبط كده انت بتفتح شركه فعايز حد شاطر، حد متمكن، حد تديله تستثمر فيه فيكبر معاك، يتعلم معاك، ينشط معاك. مش حد انت شايله فوق كتافك وبتتحرك بيه بتحميه. هو ده حلو والله العظيم، ده حلو وده جميل وده ينفع في مصر جدا. بس مع السفر انت بقيت عايز حد اكثر مسؤوليه، اكثر اقبالا على الحياه. مش اللي هو انا عايز استقر، انا عايز اقعد في بيت وخلاص وهدى وكده. ده جميل وده حلو. وقلت قبل كده كذا مره انه طبيعي جدا انك تتجوز وتقعد وتهدى ويبقى عندك بيت وتخلف وجنب بابا وماما والدنيا تبقى في اللذيذ منه. ده حلو ده جميل، بس كل واحد حياته مختلفه. انا اتفرض عليا السفر، خلاص اوكي، هات حد معاك بتاع سفر، حد دماغه حلو، حد روحه حلو، حد تبتدي تتكون اتجاهه مشاعر. انا للحظه اول، وده بقالي كتير ما حصلش، ابتديت احس مشاعر اتجاه شخص ما مثلا، وبقيت ما بين انك تتجوز حد ترتاح معاه ولا حد حاسس انك ممكن تحبه، حاسس ان في اقبال اتجاهه. بس خلينا اجيب الحته بتاعت صاحبك. هو صاحبك ازاي بيبقى واد لزوز كده، لذيذ جدع كده وحرك، المصري الجدع ده، الفراكه. عارف انت الفراك ده؟ ازاي البنت تبقى كده؟ انها تبقى بتحتك بالدنيا، بتحتك بالناس، تنزل بتروح بتيجي، مش قاعده على السوشيال ميديا بتسكرول، مش قاعده حابسه نفسها جوه اوضه مثلا او حابسه نفسها. وده انا شفت كتير جدا، بنت محبوسه جوه البيت. وده مش وحش، مش عيب، مش حرام، بالعكس. يعني هي البنت متربيه وكويسه وزي الفل، بس ما عندهاش خبرات حياتيه. مش بنت شارع. بنت شارع هنا مش مقصود بيها شتيمه، بنت شارع مقصود بيها بنت فراكه كده تسلك معاك زي صاحبك الفراك اللي لما تروح ترمي له موضوع كده يسلك، يقف في ظهرك. السفر علمني ان مش المشاعر ولا الشهوه يتحكموا فيك، العقل هو اللي يتحكم فيك. فلما بتلاقي المشاعر اتجاه حاجه معينه ابتدت تبقى موجوده، تبقى مبسوط جدا. اتكلمت برضو على الحب، انك لما تحب، يعني لما تحب الدنيا وتحب الناس وتحب اصحابك وتحب بلدك. انا بحب مصر دلوقتي اكتر من كنت بحبها قبل ما اسافر. ازاي؟ عشان شفت حاجات حلوه هنا وحلوه هنا، ابتديت احس بايه، استشعر النعم اللي موجوده في مصر. بقيت بقبلها بعيوبها، بمشاكلها، بناسها، بالحاجات الرخمه، بالغلاسه اللي فيها، بكل حاجه، بجوها، بكل حاجه. ده بشكل ما خلى قلبك كده منور، فيه حب، فيه لاف موجود جوه قلبك، تقدر تحب. الفرق ما بين مصر والمانيا ايه؟ المانيا انت بتصحى الصبح عندك 8 ساعات شغل، هتنزلهم ترجع خلاص خلصت، مفيش حاجه تانية تتعمل. مصر لا، انت بتطلع الساعه 8 الصبح تخش البيت الساعه 12 بالليل حرفيا، او 11 وتلت. انا امبارح طلعت 8 دخلت 11 وتلت، اللي هو هتنام تصحى تاني يوم يلا اللي بعده. هو ده بشكل ما يبان ان هو هلك، بس ده بيعمل طعم. يومك ليه طعم حلو، طعمه سكره حلو. تدخل اخر اليوم زي ما ستيف جوبز كان بيقول، تدخل السرير وانت الحمد لله رب العالمين احنا عملنا حاجه حلوه النهارده. بس تخيل بعد كل الهلك، يعني شرط الموضوع ده انك تبقى بتاكل كويس، تبقى
بتاكل كويس. انا عارف انه يعني ايه بتاكل كويس. تاكل كويس عشان ما تبقاش مرهق، عشان ما تبقاش ايه ده انا لا خالص. انت لو بتاكل كويس هتبقى نشيط، وبتنام كويس هتبقى نشيط. هتبقى بالنسبه لك السحل ده والجري وروح وتعالى ده بيدي طعم حلو لحياتك. تخيل بعد كل ده ترجع لمراتك وانت في رضا، في ساتسفاكشن كده انت حاسس بيه، هرمونز حلوه بعد مرمطه وتعب كتير في جسمك. تدخل على مراتك تقول لها كلام حلو، تحتويها، هي محتاجه ده. تخيل مقدار السعاده اللي الواحد هيبقى فيها، او اللي مراتك هتبقى فيها وانت هتبقى فيها، عشان شفت مراتك مبسوطه، وعشان يومك كان مليان حاجات كتير جدا بتعملها. مصر فيها روح حلوه. اوكي، بقيت عايز حد اقدر ابني فيه او استثمر فيه، انه في الفاسيليتي او الابيليتي. هي حاجه ابيليتي بس انا مش فاكر انجلش، فان هو ينمو ويكبر ويبقى احسن. زي بالظبط حد جيناته حلوه، اللي هو لو راح يتمرن هيعمل فورمه حلوه مثلا، في شخص كده مثلا، في شخص تاني لا. فانت عايز حد جيناته حلوه انك لما تستثمر فيه، شخص يعني روحه حلوه انك لما تستثمر فيه يكبر معاك. عايز حد بتاع مرمطه، لان في بنات عادي جدا وده مش عيب. اوكي، هي عايزه تقعد في البيت عادي، هي عايزه تبقى جنب بابا وماما عادي، مش بتاعه سفر. وفي بنت تانية هي شايفه متعتها وسعادتها في انها تقوم تتحرك وتروح وتيجي وتفرق في الدنيا وتعمل حاجه حلوه، او تسعى في انها تعمل حاجه حلوه، او تبقى معاك وانت بتعمل حاجه حلوه. ما بقتش عايز حد مجرد حاجه انا شايلها في الشنطه معايا. يعني بغض النظر انه هي زوجتك هتبقى ونسك، الشاي عشان ما يبردش، هي زوجتك هتبقى ونسك اكيد، بس انا ما بقتش عايز الشخص انا حطه في الشنطه بتاعتي وانا مسافر. بس هو وزن السفر بيغير جامد، ودي كلمه انا، او دي مشكله، دي حاجه انا ادركتها، لان انا شايف حاجات جوايا حلوه جدا اتغيرت الحمد لله رب العالمين، دي نعمه. في ناس بتتغير للوحش، بس في ناس بتتغير للحلو، وانا من الناس اللي ربنا انعم عليهم بان انا اتغيرت للحلو. انا بحاول اتجنب ان انا ادخل على السوشيال ميديا، عشان انا ملاحظ ان تركيزي ابتدى يقل، ما بقتش زي الاول، ما بقاش عندي الفرصه اني اقعد اذاكر وانا شايف ان المذاكره هي مش مجرد حاجه انت بتذاكرها، لا انت بتفتح دماغك، بتدرب دماغك كده على التركيز اكتر واكتر. بس شفت حاجه على فيسبوك كده فيما معناها يعني انك لما بتعمل الحاجه اللي انت بتهواها بيداوي كل المشاكل اللي ممكن تكون عندك. يمكن الكلمه دي حقيقيه وحلوه للناس اللي بتقعد تشتكي ان انا عندي اكتئاب، ان انا مشاكل نفسيه. كفايه الناس دي هي ما بتعملش اي حاجه غير انها بتقعد تتضايق، تقعد تكتئب، تقعد تخنق نفسها، ما بتعملش حاجه، وتقعد تلف على الدكاتره النفسيين ظنا منهم انهم هيعملوا لهم حاجه هيفيدك. هو مش هيفيدك، هو انت محتاج انت تقوم تعمل حاجه. هو هيقول لك كده قوم اعمل حاجه، اتحرك يا بيه، فقوم اتحرك. اتحركت هترتاح، هتنبسط، لون يومك. اوكي، السفر العقل دايما هو اوكي. حد يفايت معاك عشان انت طول الوقت بتفايت. مهما كانت البنت جميله، دي حاجه انا يعني حسيتها حلو، حاجه حلوه. مهما كانت البنت جميله بالنسبه لي بنات بلاستيك، عارف انت الباربي، ما بيفرقش معايا، ودي حاجه حلوه جدا. بقى بيفرق معايا الروح، الشخص اللي انا عايش معاه. انا عارف ان هيكون في ما بيني وما بينه مشاكل، مرمطه، هنتحط في ضغط، حاجات من دي. هل في بنت ممكن يبقى عندها المينتاليتي دي، الفلكسبيليتي دي؟ من وجهه نظرك، من غير ما تدخل بقى على شات جي بي تي، تتجوز البنت اللي بتحبها ولا البنت اللي حاسس انك هتبقى مرتاح معاها؟ مع العلم ان البنت اللي ممكن تكون بتحبها هي مختلفه معاك في بعض الحاجات الاساسيه، مثلا في اختلاف، احنا مش كلنا شبه بعض. وهل تفتكر هل هيبقى فيه الفلكسبيليتي ان حد يغير التاني؟ يعني هل حد منكم، يعني كل واحد يقول مثلا اللي ارتبط او اللي ما ارتبطش، يعني شاف حاجه قدامه مثلا، والله حد ارتبط بحد وكان الشخص التاني في حاجه وحشه واتغيرت بعد الجواز مثلا او بعد الارتباط، هل ده بيحصل ولا لا؟ والله الشخص بيفضل زي ما هو. قول لي رايك. وبلاش بلاش بلاش كل واحد يشاور على التاني ويقول لا لا لا
الشخص الوحش ده بيفضل وحش، الشخص التوكسيك ده بيفضل توكسيك، الشخص اللي مش عارف ايه وروح اتعالج عند مش عارف. بلاش لان السوشيال ميديا كلها كده. وانا بصراحه بقيت بقرف من السوشيال ميديا العربي، السوشيال ميديا العربي. بس اشوفكم الفيديو الجاي.